ودخول الاهلي والزمالك في المنظومه بعد ما كانوا طبعا في الاول ما كانوش جوه. فانا عايز اعرف بقى تقييمك للوضع ورايك، والدنيا رايحه فين وجايه منين، عشان نبدا نتكلم بقى. بص يمكن لا الكورنسات اتغيرت جذريا من وجود الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري ومصر البورسعيدي، الانديه الجماهيريه دايما هم اصحاب الفرح. اه طبعا. بالبلدي كده بس عشان نبقى حلو ده، حلو اه حلو التعبير ده. لا صحف يا جماعه برضو والله لا فعلا. الانديه الجماهيريه اصحاب فرح. ينفع تعمل فرح ما تجيبش معزيم؟ لا طبعا. طب انت النهارده الاهلي والزمالك لو بيلعبوا كره ماء الناس مش مستنيه؟ اه طبعا، ده لو كره شراب. بس خلاص يبقى انت كده حققت المعادله اللي انت عايز توصل لها. صح. انا دايما بقول دي، لو دفعت ملايين عشان تعمل كامبين للكره النسائيه لا تضاهي دخول الاهلي والزمالك. اكيد. ادفع زي ما تدفع، تعالى بقى اعمل ماتش اهلي وزمالك في بدايه الدوري. اعتقد مباراه القمه التاريخ هيقف كتير قوي عند 4 اكتوبر 2024 بالظبط. مع مباراه اول قمه. المباراه كانت شغاله على القهاوي، الناس كانت على القهوه تتفرج على الماتش. ايوه انا اتفرجت عليها.